عليكم صباح الفل ان شاء الله يا حبايبي. انا هعمل النهارده ورق عنب. تمام اهو وضبطه، حطيت كل مقاس لوحده. تمام، والميه بتغلي على النار وان شاء الله هوريكم بيتسلق ازاي. دي مكونات ورق العنب: الخضره، الصلصه، الرز. دي الصلصه اللي احنا عاملينها على فكره، وده الرز، ودي الخضره. والطبق ده يا حبايبي بصوا: بصل اخضر على عيدان الشبت والكزبره والبقدونس، على عيدان ورق العنب، اللي الفضلات بتاعت ورق العنب مغسول بميه جاريه وزي الفل. ده بقى بيتحط في ارضيه الحله عشان ورق العنب ما يلزقش، وغير كده بيدي نكهه حلوه قوي. بصل اخضر وخضره، يعني عيدان الخضره وعيدان ورق العنب. اهو الطبق اهو ومغسول بميه جاريه اهو، بيدي ريحه جميله جدا. ورق العنب بيستوي بيدي ريحه حلوه قوي، بيتحط في الارضيه بتاعت الحله. ودي الخضره. هوريكم بقى حبايبي ان شاء الله. اللهم صل على حضره النبي. هوريكم ورق العنب وهو بيتسلق. صلوا على الحبيب. اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي دي الميه غليت اهيت، وان شاء الله هحط ورق العنب مقاس. بسم الله. ده الكبير، ده المقاس الكبير. تمام. اللهم صل على النبي. حط عليه عصير ليمون بقشره. بحط الليمون بقشره. تمام. الزيوت الطياره اللي طالعه من الليمون بتخلي ورق العنب حلو قوي. تمام يا حبايبي. بسم الله. شوفوا لونه اصفر ازاي. بسم الله. ده ورق عنب بناتي، اول ما بينزل في الميه بيصفر وبيبقى جميل، والملمس بتاعه ناعم. ورق العنب البناتي بيبقى الملمس بتاعه ناعم وبيديك على شكل قلب. في ناس يا حبايبي بيضحك عليكم وبيشتروا ورق العنب بيبقى خشن، ما بيبقاش حلو. تمام. اهو يا حبايبي هياخد وقت على النار. تمام. بسم الله. صدقوا بقى نسيت حاجه، بيتحط نقطه خل. تمام. هجيب الخل واوريهولكم. احطه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فايدة الخل مع الليمون؟ بيخلي ورق العنب يفتحها قوي، بيبقى فاتح. تمام يا حبايبي. اهو هشيله بقى واحطه في مصفى وارجع لكم تاني يا حبايبي. بسم الله. شايفين يا جماعة؟ بسم الله. احط المقاسين التانيين. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الوسط وده الصغير خالص. انا بعرف اتعامل معاه، ما تقلقوش.
الاول كنا بنلمه ونربطه بفتل عشان نعرف نفكها، لكن انا بعرف اتعامل معاه ما تقلقوش. الله اكبر. ما ياخدش يا حبايبي 5 معالق، 5 دقايق. شايفين؟ بسم الله. شايفين الورقه بتلمع وجميله. صلوا على الحبيب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا واقفين نفضل نقلب عشان ايه؟ الاخضر اللي تحت يستوي. الليمون بيخلي ريحته جميله. ما تحاولش البنوته، ما تحاولش تشيله مستوي كتير لحسن تيجي تحشيه ما تعرفش. تمام؟ لازم يكون ايه؟ ماسك نفسه والجلده بتاعته حلوه. اول ما يوصل للون الاصفر ده تمام نشيله على طول. طبعا هتقولوا هو في ورق عنب دلوقتي؟ لا، ده متخزن في اوانه، في اوان ورق العنب ده متخزن. بتخزن يا حبايبي بكذا طريقه. في ناس بتبرمه وتحطه في ازايز اللي هي الحاجه الساقعه البلاستيك، وفي ناس بتحطه في ورق جرايد. تمام؟ ده محطوط صراحه في فوطه قطن، اي حته قطن كده بلف فيها ورق العنب وبيفضل زي ما هو كانه في اوانه بالظبط. شايفين؟ نصلي على الحبيب بقى ونطلع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعنا الكميه كلها يا حبايبي. خلاص اهيت. تمام اهو. هيبرد بس وبعد كده ايه هوريكم وهو بيتحشي. يا جماعه السلام عليكم حبايبي. انا خلاص سلقت ورق العنب اهو زي ما قلت لكم. تمام؟ ودي الخلطه، والحله اهي فيها فلفل مقطع، فيها عروق ورق العنب وورق صغنن. تمام؟ فيها بصل اخضر، فيها عيدان عيدان شبت وبقدونس وكزبره. تمام؟ بتدي نكهه حلوه قوي والمحشي بيستوي. وطبعا ايه عصير الليمون وقشر الليمون بيتحط من تحت. تمام يا حبايبي. ودي ايه الخلطه اهي. بس في تكه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. النعناع الناشف اهو بيودي ايه ورق العنب في قصه تانية خالص. هو بقى ما بحبش احطه الا وانا خلاص هحشي عشان بتبقى الريحه لسه زي ما هي. تمام؟ بقى هفرك النعناع. بصوا اهو بقى بودر. هحطه على الخلطه اهو وهيتقلب. بيودي ورق العنب في حته تانية خالص. بسم الله. خلاص يا حبايبي قلبته وحطيت النعناع وهحشي بقى ونصلي على الحبيب. اللهم صل على حضرة النبي. الورقة يا جماعة ورق العنب اهو. تمام؟ على الناحية الخشنة احط الرز، الناحية الناعمة بلف بقى عليها فبتطلع الناحية اللي بتلمع دي في المحشي نفسه. الناحية الخشنة هي اللي انا هحط عليها الرز. تمام؟ بنصلي على النبي. انا مش بحط بقى الرز بمعالق ولا حاجة،
بايديا كده اهو لحبايبي الصغننين. بسم الله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونلف، شايفين يا حبايبي اهو، لا مفكوك ولا اي حاجه. تمام. والناحيه اللي بتلمع هي اللي بره، الناحيه الخشنه هي اللي بيتحط فيها الرز. شايفين الصباع؟ نصلي على الحبيب ونرص المحشي. تمام. اهو الناحيه الخشنه برضو حط الرز. الله اكبر. بنات كتير يا حبايبي بيقولوا صعب، لا خالص، كلنا كان صعب علينا في الاول، ولما بنتعلمه خلاص بيبقى جميل جدا. شايفين اللهم صل على النبي، انتوا شايفين الورق هايش والبصل والحاجات دي هايشه في الحله، كل ده وهو داخل على سوا كل ده بيهبط. تمام، كل ده بيهبط. بسم الله. الورق صغنن خالص وجميل الحمد لله. حاولت اعمله على المكنه اللي هي الجاهزه ديت، اللي هي بتطلع الصباع متساوي، ما حبيتها الصراحه، ما عرفتش استعملها اساسا. فالطريقه البلدي بتاعتنا الجميله اهيت. هو ورق العنب بيبقى لازق على بعضه كده بيبقى قصه ما بنشيله. بسم الله. الخشنه فيها الرز. شفتوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم حاجه، ورق العنب عايزين تعرفوه بناتي ولا بلدي؟ اما تلاقوها زي القلب كده، عامله زي القلب ومصفره، بتبقى مش مصفره، مش غامقه. اهو يا حبيبي، اكمل بقى الكميه واوريها لكم. السلام عليكم حبايب قلبي. بصوا خلصت ورق العنب اهو، وطبعا ورق العنب ما ينفعش الا لما يكون على وشه فلفل كده، يدي نكهه وريحه حلوه. تمام. وطبعا اللهم صل على حضره النبي، لما الفلفل ميته بتنزل بتيجي على ورق العنب فبيبقى احسن. تمام، يعني لازم فلفل مع ورق العنب. ماشي يا حبايبي، ايه رايكم؟ نسقي بقى، ولما يستوي اغرفه واوريه. صلوا على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الله اكبر. تمام. بصوا حبايبي، اما يستووا بقى يا حبايبي غرفوا وروح كده رضا. اللهم صل على النبي، صلوا على حبيب النبي. اهو يا حبايبي لسه شايلاه من على النار. ايه رايكم؟ الدخانه لسه فيه اهي. ماشي، اغرفه بقى واوريه لكم كده رضا. اهو يا جماعه غرفته، وايه رايكم؟ صلوا على الحبيب النبي.